بقنابل تزن 2000 رطل ونحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات، وخلال 140 ضربة أقساها على المقر المركزي لحزب الله، مضت الساعات الأولى على اغتيال حسن نصر الله وبإعلان الجيش الإسرائيلي مطبقة على صمت حتى نطق الحزب رسميا بنعي أمينه العام. نصر الله هو أخرى لرצח. التسارع الذي بدأ باغتيال القيادي البارز فؤاد شكر واغتيال هنية في طهران، ومن ثم هجوم البيجر وتفجير آلاف المنازل التي ضمت صواريخ للحزب في جنوب لبنان، انتهت باغتيال حسن نصر الله وعلي كركي عبر معلومات استخباراتية دقيقة كشفت عن اجتماع لقيادات حزب الله بالضاحية الجنوبية، كما يقول الجيش الإسرائيلي، ضمن عملية أطلق عليها اسم ترتيب جديد. ذلك الترتيب وتلك العمليات على لسان هيرتسي هاليفي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية لم تنتهي، فالغارات على الضاحية الجنوبية مستمرة في رسالة أصدرتها إسرائيل بأن إطلاق النار من حزب الله لم ينتهي مع انتهاء حياة نصر الله. ورغم اختيار بديل تتداول وسائل الإعلام أنه سيكون هاشم صفي الدين الوثيق بصلة قرابته مع حسن والمشابه له في الشكل واللكنة، ورغم الصمت المطبق الذي تخلله إطلاق صليات ورشقات صاروخية على مستوطنات إسرائيلية، ترافق معها بيان المرشد الإيراني علي خامنئي بمساندة أذرعه في المنطقة ومنها لبنان، البيان الذي تجاهل فيه خامنئي الحديث عن مصير نصر الله وبديله، قوبل بإعلان إسرائيلي بالاستمرار في ضربات ضد حزب الله تبعها إعلان تحشيدها للقوات البرية على الحدود مع لبنان، وسط تقرير كشف عن اقتراب الاجتياح البري، وتحديدا بيان الجيش الإسرائيلي باستدعاء 3 كتائب من قوات الاحتياط لتعزيز دفاع القيادة المركزية والتأهب للغزو. أما ما تخبئه الساعات المقبلة فالتأهب الذي يحكم الموقف في إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة يقابله ترقب لما قد ينتهي إليه المشهد أو قد يجر المنطقة لحرب شاملة.